ويعني تم تداول كل القضايا المهمة، وخصوصا اللي تم الاتفاق عليه في ورقة الاتفاق السياسي، واللي هي أولا تبدأ بموضوع العفو العام، وكان النقاش حول موضوع إعادة المحاكم والتحقيق، وأيضا تشكلت لجان من أجل متابعة قانون العفو العام، ورئيس الوزراء أنطى كلام أنه خلال فترة وجيزة ينجز هذا القانون. النقطة الأخرى أيضا كان الحديث حول التوازن الوطني، وأيضا رئيس الوزراء أيضا شكل لجنة في متابعة هذا الموضوع. أيضا تحدثنا على النازحين والمهجرين ومستحقاتهم، وأيضا كان حديث على لجان التعويض اللي معطلة 10 سنوات لحد الآن ما انجز منها إلا القليل. فهذه الأشياء الأساسية اللي تم طرحها في اجتماع أمس. وأيضا كان مطالبة من جميع النواب على موضوع تسليح وتجنيد أبناء المناطق لحماية أولا كان الرجل مسرور جدا، وكان الحديث حقيقة بدون مجاملات، يعني حديث منطقي واقعي. وأيضا هو الرجل يعني اعترف بأنه أكو الكثير من الالتزامات والتوافقات السياسية في المراحل السابقة لم تنفذ. وأيضا يعني كان يعني بشكل واضح أعلن أنه تحالف السيادة هو التحالف الأقرب إلى نفس رئيس الوزراء صراحة. والله الشيخ خميس تحدث في البداية حول كل القضايا، وتحدث بالأساس على ورقة التوافق السياسي وأعلنها بشكل واضح وصريح، وكان حديث حقيقة، حديث صريح، حديث حقيقي وبدون مجاملة، وواضح واضح المطالبة الحقيقية بكل كلمة في ورقة التوافق السياسي. فيعني كان حديث الشيخ حقيقة حديث يعني قوي. وأيضا رئيس مجلس النواب الرجل أيضا ما قصر وتحدث نفس الحديث، ويعني أشروا على مسائل جدا جدا مهمة، وخصوصا في بعض المحافظات ومنها ديالى، يعني على قضية التوازن في الوظائف. ويعني كانت استجابة رئيس الوزراء أيضا واضحة، ويعني كان عارف بهذا الموضوع وحكاها بشكل واضح، وقال أنا عندي تفاصيل وراح أتابع هذه المواضيع. وكان يعني حقيقة جو اللقاء جو يعني أخوي، ما كان يعني ما كانت به خلافات أو وجهات نظر مختلفة، لأنه تدري هو هذا التوافق والتوافق السياسي ورقة التوافق يعني كانت موجودة وموضوعة أمام رئيس الوزراء ورئيس التحالف ورئيس مجلس النواب، وكل النواب يعني يعرفون هذا الاتفاق اللي حصل طبعا بالتأكيد. وأيضا هو يعني أعلنوا يعني رئيس مجلس النواب والشيخ خميس أنه تحالف السيادة بكل النواب داعمين لخطوات رئيس الوزراء اللي هي تتفق مع تنفيذ البرنامج الحكومي والتوافق السياسي، وأولها هو تخفيض سعر الدولار. هو حقيقة يعني احنا البارحة كان الحديث موزع بين عدد من النواب، كل نائب يعني تكلف في طرح موضوع، واني الموضوع اللي طرحته كان اول المتحدثين انه اولا المناطق اللي هي تحتاج الى متابعة امنية، وايضا تحتاج الى تطوع ابنائها في الحشد العشائري بشكل خاص. وكذلك حكينا حول موضوع التعامل اللي نلاحظه انه الحشد العشائري ما عنده يعني ما مدعوم من قبل هيئة الحشد، بل الحشد الشعبي هو الآن اللي ياخذ كل مميزات الحشد. احنا حشودنا تحدثت مع رئيس الوزراء وقلت له يا ريت تشكلون لجنة
وتجون تشوفون احنا عندنا في كركوك حشد عشائري وحشد شعبي، والحشد الشعبي الان يمتلك كل الامكانيات، اليات، مدرعات، همرات، اسلحه متطوره، طيارات مسيره، ما عدا الحشد العشائري اللي لحد اليوم حقيقه ما حصل على اي اسلحه من هيئه الحشد ولا اليات. فطالبنا انه يزيد لنا عدد الحشد العشائري في مناطقنا، وايضا كانت المطالبه الاكبر من كل النواب هو خروج الحشد الشعبي والجيش والقوات الامنيه الاتحاديه من المدن وتسليمها الى الشرطه والاجهزه الامنيه اللي موجوده في داخل المحافظه. يعني اذا من الواضح انه هذا اجتماع مهم جدا.